لفهم تأثيرات الكوكاكولا يجب أن نفهم مكوناته. من موقع كوكاكولا نجد أن مكونات علبة 330 ملي هي الماء المكربن والسكر وحمض الفوسفوريك وملون ومنكهات والكافيين. استهلاك 35 جرام من السكر، أي ما يعادل 7 ملاعق صغيرة في لحظة واحدة، عادة يسبب التقيؤ من شدة الطعم الحالي، ولكن حمض الفوسفوريك يعدل النكهة ويمنع ردة الفعل. وللمعلومية، 35 جرام من السكر هي أكثر من الكمية التي ينصح بها الأطباء ليوم كامل. في أول 10 دقائق تفكك المعدة السكر أو السكروز إلى وحداته الأساسية، وهي الجلوكوز والفركتوز. بعد 20 دقيقة تمتص المعدة الجلوكوز إلى الدم، مما يحفز البنكرياس لإفراز الأنسولين. هذا الهرمون يحفز خلايا الجسم على امتصاص الجلوكوز من الدم. الجلوكوز الذي يصل إلى الكبد يخزن على هيئة مركب كربوهيدراتي كبير ومعقد. بعد 40 دقيقة يمتص الجسم الكافيين، وهي مادة منبهة تزيد من القدرة على التركيز وترفع ضغط الدم. بعد 45 دقيقة يسبب خليط السكر والكافيين إفراز مادة الدوبامين في الدماغ، وهذا يجعلنا نشعر بالفرح والبهجة ويمثل آلية الإدمان. بعد ساعة من تناول الكوكاكولا ينخفض معدل السكر في الدم بشكل حاد، ويزول مفعول الدوبامين، فتشعر بالخمول وتصبح سريع الانفعال. في نفس الوقت يصل حمض الفوسفوريك إلى الأمعاء الغليظة، حيث يتحد مع الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك، وهي معادن أساسية في تكوين العظام والأسنان بشكل سليم. بعد مرور ساعة يبدأ مفعول الكافيين المدر للبول، مما يخلي جسمك من الماء والمعادن بالإضافة إلى الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك المتحد بحمض الفوسفوريك. على المدى الطويل فإن كثرة ارتفاع السكر في الدم يساهم في الإصابة بمرض السكري والسمنة، وتعريض المعدة لحمض الفوسفوريك يسبب الحموضة ويزيد من خطر القرحة، وتصفية الجسم من المعادن يضعف العظام، كما أن تعريض الأسنان الأحماض أثناء الشرب يؤدي إلى ضعف وتآكل الأسنان. وفي النهاية هذه الآثار لا تقتصر فقط على الكوكاكولا، بل تشمل جميع المشروبات الغازية الحامضية عالية السكر والكافيين. نتمنى أن هذه الحلقة قد حازت على رضاكم، ولا تنسوا أن صحتكم أمانة في أيديكم.